حضرتك سافرتي امريكا وقابلتي الرئيس اوباما، ممكن تكلمينا على الموضوع ده؟ actually كان كل سفارة أو مصر، سواء في مصر أو سفارة أمريكية في كل بلاد العالم، بيختاروا نماذج ناجحة من المجتمع، سواء نماذج لرجال أعمال، سيدات أعمال، نماذج ناجحة في مجال التعليم، في مجالات مختلفة يعني. فأنا تم اختياري كرائدة أعمال من مصر ضمن مجموعة تانية من جميع أنحاء العالم، من أوروبا ومن أمريكا ومن آسيا. ده كان سنة 2012. فكان دخلنا من ضمن الحاجات، الأماكن اللي رحناها البيت الأبيض، وكان رئيس أوباما موجود واستقبلنا ورحب بينا وكده. في 2017 تم اختياري برضو من وزارة الخارجية الأمريكية رائدة أعمال في مجال برضو تمكين المرأة ودمج المرأة اقتصادية. بيختاروا سكة من 30,000 شخص من الناس اللي هم في القيادات، سواء في مجال الأعمال أو التعليم أو الساينس أو أي مجال تاني.